عارف ايه الفرق بين واحد بياخد ردود سطحيه من شات جي بي تي وواحد تاني بياخد خطه كامله بتمشي على الارض؟ الفرق مش في الاداه نفسها، الفرق في صيغه الطلب. النهارده هنتكلم عن الصيغه السحريه اللي بتخلي اي طلب يطلع نتائج اقوى، او زي ما بحب اسميها الوصفه الذهبيه للبرومبت. وصدقني بعد الحلقه دي هتلاقي نفسك ماسك الدفه مش الموجه. ليه الصياغة أهم من السؤال نفسه؟ أفتكر مرة زمان كتبت له اشرح لي التسويق بالمحتوى، لقيته رد عليا رد لطيف وكلام عام، نصايح ممكن أي حد يقولها، لكن لما غيرت الطلب لي: أنت خبير تسويق، اشرح لي التسويق بالمحتوى في 3 خطوات عملية موجهة لمدون مبتدئ، واكتبها كأنها خطة جدول أسبوعية، والنتيجة فرقت 180 درجة، بقى عندي خطة أشتغل بيها مش مجرد كلام. وده معناه ببساطة طلب عام هيساوي رد سطحي، ولو طلبك محدد هيديك رد عمل وكمان مفيد. وده يخلينا نشرح الجزء الأهم في الموضوع، وهو الوصفة الذهبية للبرومبت. علشان تشات جي بي تي يفهمك صح في شوية عناصر أساسية لازم تديها له، وهي السياق. كل ما تدي معلومات أكتر وتوضح كل ما كانت النتيجة أدق. الأدوار، وهو إنك تديه الدور المناسب، قل له أنت معلم أو أنت مسوق أو مهندس، هتلاقيه بيرد عليك على حسب الدور اللي أنت اديته ليه. الهدف، عايز منه إيه تحديدا؟ مقال، خطة، كود، تلخيص. الجمهور المستهدف، التارجت اودينس، لمين هيتوجه الكلام؟ طلاب، مسوقين، مبتدئين، إلى آخره. القيود، وهو انك تحدد طول الاجابه، النبره والاحساس والمشاعر. التنسيق، وهو انك تطلب جدول او نقاط مرتبه او فايل الى اخره. الامثله، وهو انك تديله مثال من عندك عشان يفهمك. اضافه قيمه، وهو انك تطلب منه خلاصه او كول تو اكشن او ملاحظات اضافيه. ونصيحه مني، اكتب له قبل التنفيذ اطلب مني خطه او اسئله توضيحيه لو كنت مش فاهم او مشتت. طيب خلينا نطبق مثال حي على كل اللي فات. هنا انا هكتب برومبت سيء على شات جي بي تي 5، وهكتب برومبت بيرفكت على شات جي بي تي المجاني، علشان تشوف الفرق وقوة البرومبت بنفسك. ده الفري وده البرو. هنا انا هكتب في البرو البرومبت السيء، وهكتب في المجاني البرومبت الممتاز، علشان تشوف الفرق ان قوة النتيجة بتكون في البرومبت مش في الأداة نفسها. هنا انا كتبت له برومبت بشكل عام، مفيش جمهور محدد، مفيش طول، مفيش نبره، فطبيعي هيديك اجابه بشكل عام متماشيه مع كل الناس. لكن لو غيرنا وحددنا او حسنا البرومبت، دلوقتي هكتب برومبت بيرفكت على الاصدار المجاني من النموذج. انت كاتب تسويق محترف، اكتب لي مقال 800 كلمه عن التسويق بالمحتوى، موجه لرواد الأعمال المبتدئين السن 25 ل 40 سنة. استخدم أمثلة من الواقع المصري ضمن 3 نصائح عملية خلال أسبوع، واختتم بدعوة بسيطة للاشتراك في الكورس. اكتب بالعربية الدارجة مع أسلوب حماسي، ابدأ بخلاصة 20 كلمة. هنا أنا حددت الدور إن هو كاتب تسويق، وحددت طول المقال اللي هو 800 كلمة، وكمان حددت التارجت اودينس اللي هم رواد أعمال بين ال 25 سنة ل 45 سنة، وكمان حددت المحتوى نفسه واللي هم 3 نصائح عملية، وحددت التون فويس اللي هي النبرة، خليتها دارجة بأسلوب حماسي، كمان طلبت خلاصة قصيرة في البداية. دلوقتي أنا عايزك أنت اللي تحكم بنفسك بين البرومبت الاحترافي والبرومبت العادي، ويزيدك من الشعر بيت إن ده على الإصدار المجاني. علشان كده أنا هسيب لكم لينك المحادثات في الديسكريبشن عشان أنتوا اللي تحكموا بنفسكم. والقاعدة هنا باختصار، كل ما بقيت محترف أكتر في البرومبت كل ما اداك نتائج أفضل. دلوقتي عرفنا ازاي نكتب برومبت قوي لشات جي بي تي، ودلوقتي مهم نعرف الأخطاء الشائعة اللي هتقابلنا علشان نتجنبها ونعرف نحلها. لو عندك سؤال عام خصصه لاستخدامك المناسب، لو سؤال طويل ومشوش الحل وهو انك تقسم الطلب لخطوات واضحة، لو مفيش جمهور معين الحل وهو انك تكتب موجه لمين المحتوى ده، عدم طلب تنسيق الحل وهو انك توضح له الشكل المطلوب، لو لقيته كتب لك حقائق او ابحاث علمية الحل وهو انك تطلب منه مصادر وروابط. انا نفسي اشوفك بعد اسبوع تكون متحكم في البرومبتس وتاخد من تشات جي بي تي نتائج تفيدك فعلا، وده بيسعدني جدا. الواجب العملي،
اكتب 3 برومبت سيئة، لا تحدد فيها دور ولا طول ولا جمهور ولا محتوى ولا نبرة. وخد ال3 برومبتس دول وحولهم باستخدام الوصفة الذهبية لصياغة محسنة، وشوف قبل وبعد، وشارك النتائج في التعليقات على فيسبوك، هتلاقيني سايبك اللينك في الديسكريبشن. دلوقتي انت معاك الوصفة اللي بتفرق بين الهواة والمحترفين. جربها النهارده وصدقني هتحس بفرق رهيب. في الحلقة اللي جاية هنتعمق لخطوة ابعد، ازاي نتحكم في الاسلوب والابداع بتاع شات جي بي تي ونخليه يكتب بلهجتك او باسلوبك الشخصي. ولو استفدت اعمل لايك واشترك في القناة وشارك الحلقة مع صديق محتاج يطلب صح. ولو عايز نديك نسخة PDF فيها الوصفة وامثلة جاهزة اكتب لي في الكومنت. سلام.